ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اتمنى انه يكون كله في السنتراكس اهو. ما تاخرتش عليكم ورجعت لكم بسرعه عشان انا عارف انكم ما تقدروش تعيشوا من غيري وبتحبوني وانا ما اقدرش اعيش من غيركم. المهم ان انا بس قبل ما ابدا حبيت اشارككم حاجه كده جبتها، يعني جبت كيس شيبسي جديد عشان اكمل الوجبه، عشان اكله مع علبه الجبنه اللي جبتها الفيديو اللي فات. فكده الحمد لله بقى معانا علبه الجبنه وكيس الشيبسي، ناقص رغيفين التموين اللي هجيبهم عشان اكمل الوجبه. يا ريت اي حد بيشوف الفيديو ده لو عندك رغيفين عيش في الفريزر يا ريت تبعتهم عشان اكمل الوجبه واعرف اكل، عشان علبه الجبنه قربت تنتهي صلاحيتها في الثلاجه. اتمنى لو اي حد عنده رغيفين عيش زياده في الفريزر يبعتهم لي، حتى لو مفطرين مش هتفرق، معدتي هتستحمل واكلهم. يا ريت لو حد عنده رغيفين ما يتاخرش عليا. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله، شكرا. المهم احنا النهارده عندنا قصه النهارده هتبقى عن حقيقه اعلانات الشغل وازاي كان هيتنصب عليا. عايز بس اقول حاجه يا جدعان، انا من القاهره، عشان اللي طلع عليا الاشاعه ان انا من اسكندريه انا بس اعرف هو مين همسكه، يعني بصوا هدمدمه اطوله، بس اطوله اللي طلع عليا الاشاعه دي. فيا جدعان انا من القاهره، انا من القاهره، انا من القاهره. خلاص ارجع معايا كده بالزمن بقى شويه لحد لما انا قابلت سهى في شهر 10 في 2023. ولو ما شفتش فيديو سهى فروح شوفه، علشان كل ده مربوط ببعضه وانا مش كل شويه بقى افضل ارتب لك الاحداث وبتاع. يعني روح شوفه الاول وبعد كده ارجع شوف الفيديو دوت. المهم اللي احنا كنا في الفتره دي تقريبا دي الاجازه اللي ما بين اولى جامعه وتانية جامعه، واحنا في الفتره دي كنا محتاجين شغل، لان احنا في الفتره دي كنا في شهر 8 والدراسه بتبتدي في اول شهر 10. طبعا مين بقى هيشوف لي الموضوع بقى بتاع الشغل؟ طبعا مفيش غيره، هو والدهب. فالمهم انا كلمته ساعتها وقلت له ان انا محتاج شغل قبل ما الدراسه تبدا، علشان اخش الجامعه يبقى معايا فلوس اعرف ان انا ايه اصرف بقى على الدراسه عموما. وطبعا عشان احنا طلبه فاحنا ما كانش قدامنا غير محلات ومطاعم في الفتره دي. فالمهم ان في الفتره دي فضلنا نلف كتير جدا عندنا هنا في الجيزه عموما او في القاهره، بس ما لقيناش اي حاجه خالص. كنا قاعدين في يوم عادي جدا على القهوه، على قهوه المنتزه 2 اللي على اول الشارع هنا. كنت قاعد انا والدهب وهشام كوكو بتاعها. فالمهم كوكو كان بيقلب كده بسكرول داون يعني على التليفون، فهو بيقلب على الفيس فلقيته بيقول لابو الدهب هو مش انتوا يا ابني كنتوا محتاجين شغل؟ انا ظهر لي اعلان لشركه امن عايزه افراد امن، بس الشغل مش في القاهره، في حته اسمها البطاش او حاجه زي كده. فقلت له يا استاذ اسكندريه؟ لا يا عم طبعا اكيد مش هروح، انا مش هطلع بره القاهره وبتاع. فلقيت ابو الدهب قال لي يا عم يعني هو احنا اصلا لقينا في القاهره وقلنا لا؟ شوف يا اسطى كده لو حاطين ارقام ايه تعالى نتصل ونشوف شوف الدنيا دي فيها ايه، احنا كده كده اصلا ايه مش لاقيين شغل. ساعتها ابو الدهب خد الرقم منه واتصلنا وبتاع. رد علينا راجل بيتكلم صعيدي كده شويه، عارفين انتوا الصعايده اللي بيبقوا الصعايده مش عارف اوصف الصراحه، بس هو صعيدي بيور كده، صعيدي اصلي بيتكلم بلهجه صعيديه قوي، احنا اصلا في اغلب الكلام احنا ما فهمناهوش. فبقول له يا اسطى ممكن الرقم يكون غلط ولا حاجه، ده بيتكلم صعيدي وبتاع. لقيته بيقول لي لا استنى. فالمهم لقيت ابو الدهب بيقول له بقول لك يا باشا انتوا شركه امن وكنتوا محتاجين افراد امن وكده. فالراجل رد عليه طبعا بالصعيدي وقال له ايوه احنا شركه الامن وانا مدير الامن وانا اللي ماسك الشركه ومعاكم لو عوزتوا اي حاجه فهمكم الدنيا وكده. فقلنا له ايه ده احنا من القاهره وسفر وانت عارف. فقال لنا لا ما تخافوش ده في سكن وهتقعدوا في شقه انتوا الاثنين مع بعض والشقه اوضتين وبتاع، تعالوا بس وانا ايه هفهمكم الدنيا وانا معاكم وما تخافوش. اما ابو الدهب قام قايل له ايه احنا ما تشرفناش باسمك، اسمك كريم ايه؟ قام قايل له ايه عم مسعد. المهم قفلنا معاه وقام هشام قام قايل لي يا اسطى انا مش مرتاح والموضوع ده في حاجه غلط. فقلت له ما انا حاسس بس انا مش عايز ايه اظن ظني سيء في الموضوع، بس خلينا نشوف يمكن يا عم تطلع الدنيا حلوه ونبقى لقينا شغل. المهم ان احنا المفروض هو قال لنا ان انتوا هتستلموا الشغل يوم السبت واحنا كنا بنكلمه يوم الاثنين، فلو هنيجي اسكندريه يوم الخميس، اللي هو هنوصل يوم الاربع او الخميس عشان نقعد الجمعه في السكن عشان ننزل نبتدي بقى الشغل السبت. قلت لابو الدهب ايه احنا نفوت الثلاث ونروح الاربع بالليل اللي هو صباح الخميس عشان نبقى وصلنا اسكندريه الخميس عشان نقعد الجمعه ونستلم الشغل ايه السبت من اول الاسبوع زي ما هو ما قال لنا. فالمهم قال لي يا اسطى تمام يبقى احنا كده هنمشي بعد بكره، احنا هنمشي يوم الاربع بالليل نبقى الخميس الصبح. فقلت له طيب تمام. المهم فوتنا فعلا الثلاث، فجينا الاربع بقى بالليل قبلها بيوم محمد كلمني وقال لي ايه تعالى يا اسطى يوم الاربع. لا قال لي لا تعالى يوم الاربع انا كده كده البيت عندي فاضي وتعالوا عشان ما تباتوش في فندق ولا تباتوا في حته، عشان ايه اقل فندق هنا هيدخلوا في سكه 1000 ونص في اليوم ولا تقعدوا يوم، فمالهاش لازمه الصراحه تدفعوا اي حاجه. تعالوا انا البيت عندي فاضي واهلي مسافرين انا هقعدكم اليوم دوت وبعد كده ايه يوم الخميس ايه اجي معاكم نشوف بقى الموضوع ده. المهم رحنا فعلا وسافرنا ورحنا فعلا ساعتها عند حمد وخدنا. ساعتها كنا قرب المغرب كده فايه كنا قاعدين بنتغدى، فلقيت حمد بيقول لي لابو الدهب قال له معلش يا ابني هو انتوا ايه اللي جابكم هنا لما انتوا اصلا انتوا في القاهره؟ ده انتوا اي حد بيبقى محتاج شغل بيروح على القاهره ما بيجيش هنا. قال له ما احنا
احنا ما لقيناش في القاهره، احنا لو كنا لقينا في القاهره ما كناش هنيجي هنا. قال له لا ازاي يا اسطى، ده انتوا عندكم اي حد بيبقى بيدور على شغل الناس بتيجي من محافظات عشان تشتغل عندكم اصلا في القاهره. فقال له والله هو نصيبنا ورزقنا جه هنا. فانا قلت له يا اسطى بص، وانا حاسس ان الموضوع مش تمام بس انا مطوع. المهم ان احنا كان ميعادنا معاه يوم الخميس الساعه 12 الظهر، فدخلنا نمنا صحينا الساعه 9 فطرنا. المهم كانت الساعه 10 قلنا نلبس وايه نزلنا الساعه 11. هو قام حمد قام خدنا بالعربيه قام مودينا. هو تقريبا اصلا المكان مش سياحي ده مبدئيا. ليه؟ المكان ما فيهوش حد خالص، جوه شارع كده، جوه شوارع، اكني حرفيا قاعد في ميدان الساعه عندنا، منطقه عاديه، منطقه سكنيه مش منطقه سياحيه. فحمد بيقول لي يا اسطى المنطقه اصلا اللي هنا مش سياحيه، منطقه سكنيه زي الجيزه عندكم، الناس بتيجي هنا تعيش وتشتغل وخلاص بس. المهم وصلنا ولقينا فعلا عم مسعد كان مستنينا في المكان اللي احنا المفروض كنا نتقابل فيه. وعم مسعد كان راجل اسمراني كده ولابس جلابيه واقرع من فوق كده شويه، فراجل صعيدي. فالمهم ابو الدهب بيقول له انت عم مسعد احنا اللي كلمناك في التليفون وبتاع. قال له ايوه مظبوط، تعالى انا اوريكم الشقه اللي هتقعدوا فيها. المهم طلعنا شفنا الشقه كانت في الدور الرابع. الشقه كانت اوضتين، عارف شقق المصايف اللي بتبقى اوضتين وريسبشن مطبخ امريكاني، هي كانت الشقه بنفس الاسلوب ده يعني. المهم ان الشقه كانت متبهدله جدا. فقال لنا ايه، انا هجيب الست اللي بتنظف هنا تنظفها، وتعالوا نقعد على القهوه واعزمكم على حاجه عشان انتوا جايين من سفر، وهعرفكم بقى انتوا هتبقوا فين وهتعملوا ايه، واعرفكم كل حاجه والمرتب كام لحد ما الست تنظف الشقه، وبعد كده ايه ترجعوا تاني. المهم رحنا، كان على كافيه مشهور كده تقريبا في البطاش. الكافيه ده كان مكان باين عليه غالي قوي يعني لانه على البحر وبتاع. فالمهم قال لنا تشربوا ايه وما تخافوش انتوا ضيوفي وهعمل معاكم الواجب وانتوا جايين من سفر. انا لحد دلوقتي حاسس ان في حاجه غلط، بقول يمكن الراجل كويس. فابو الدهب قال له احنا بقى عايزين نعرف تفاصيل الشغل عشان نشوف هل مناسب معانا ولا لا، الدنيا فيها ايه. المهم عم مسعد دوت قام قايل له ايه، قال له انا مدير امن الشركه وانا المسؤول عن توزيع افراد الامن. فقال له طيب المرتب كام، الشغل كام ساعه؟ قال له المرتب 7000 جنيه والشغل 8 ساعات، وهتقفوا مع بعض من 12 بالليل ل 7 الصبح. فتمام ده حلو جدا والمرتب حلو جدا. المهم فضلنا نتكلم وانتوا منين وكام سنه وحاجات التعارف دي. بعدها بشويه قال لنا يلا زمان الست اللي بتنظف الشقه خلصت، فقال لنا تعالوا بقى اعزمكم على الغدا وايه، وما ينفعش انتوا ضيوفي وما ينفعش ما تتغدوش والكلام ده. فالمهم لقيته قام مطلع رزمه فلوس كده من جيبه، رزمه والله العظيم انا ما اعرف هي كام بس رقم مطلع لي 400 جنيه. قال لي روح عند بتاع الفراخ ده هات لي 2 كيلو وراك، وما قاليش هات حاجه تاني، هو قال لي هات الوراك بس. المهم جبت كيلو الوراك تقريبا كان ب 80 جنيه، فجبت 2 كيلو يعني 160 جنيه، وجيت ارجع الباقي قال لي لا خليهولك خلاص. المهم كلنا وكنا ساعه المغرب كده. فابو الدهب كان بياخد نوع دواء معين، ونوع الدواء ده على طول لما بيجي يسال عليه عندنا هنا في القاهره لان انا اغلب الوقت ببقى معاه بيلاقيه ناقص. فاحنا قاعدين كده قال له عم مسعد هو انت ما تعرفش حد يجيب لي الدواء هو بياخده يعني، ده على طول بيبقى ناقص عندنا في القاهره وما بلاقيهوش خالص. قال له انا اعرف صيدلي ممكن يلاقيهولك بس مش عارف هل هتلاقيه ولا لا، لان هو طالما ناقص عندكم في القاهره يبقى ممكن يكون ناقص عندنا احنا كمان. خدنا ونزلنا رحنا عند صيدليه. فقال له الشاب اللي شغال معايا وكده وكان بياخد نوع دواء معين الاقيه عندك ولا لا؟ قام قايل له اسم الدواء، وانا الصراحه مش فاكر اسم الدواء ايه. قال له هو ناقص بس هو عندي. فقال له انت عايز قد ايه، شريط ولا علبه ولا؟ قال له ايه؟ فقال له انا عندي 12 علبه. قال له عندك 12 علبه؟ قال له طيب حضرهم لي. عم مسعد جه خدنا بره في اي تي ام جنب الصيدليه، حط الفيزا سحب ال 3500 جنيه، رايح قام داخل الصيدليه قام مديهم للدكتور وقام واخد الدواء قام مدينا ابو الدواء. انا واقف مش فاهم الموقف. جه يوم الجمعه لقيناه جايب حاجات اللي عندنا للثلاجه وملى الثلاجه. قال لنا لا بس شيلتوا ايه، ما لسه برده معكوش فلوس، فانا جبت لكم حاجات تكفيكم الشهر ده كله. فالمهم هو قاعد بقى يكلمنا عن الشغل ويقول لنا ان القريه دي بقى لها كذا سنه هنا، القريه دي كانت نظيفه بس بيحصل لها تجديدات، اغلب الناس ما بقتش تيجي هنا دلوقتي فممكن تلاقوها فاضيه ممكن تلاقوها بتاع. وقال لنا كلمه غريبه قوي قبل ما ينزل، قال لنا اي حاجه تشوفوها ما تسالوش عنها. فانا قلت له لا معلش بقى فهمني يعني ايه اي حاجه نشوفها ما نسالش عنها؟ قال لي اعمل بس اللي بقول لك عليه. وهو نازل قام مدي لابو الدهب 2000 جنيه وقام قايل له ايه دول تخليهم معاكم لحد ما يجي اول الشهر. وانا قاعد مع ابو الدهب بقول له يا اسطى الراجل ده غريب قوي يا اسطى. فقال لي ليه يا اسطى، انت لحد دلوقتي واخد تقريبا 3000 جنيه من غير حتى اصلا ما تشتغل. فقلت له لا يا اسطى في حاجه غلط، اللي بيحصل ده مش طبيعي، انت مش شايف ان في حاجه غلط بجد؟ فقال لي لا الصراحه انا مش شايف ان في حاجه غلط، يعني كلها حاجات عاديه. قال لي انت بطل يا اسطى تفكر ان في حاجه غلط عشان لحد دلوقتي الدنيا كويسه والدنيا حلوه. جه يوم السبت المفروض ان ده كان اول يوم شغل على حسب بقى ما هو قال لنا ان المفروض احنا بنمشي وفي 2 غيرنا بيجوا من الصبح لبالليل. عدى الاسبوع الاول لحد بقى يوم الخميس
يوم الخميس بقى حصل حاجه غريبه فشخ. في راجل نضيف جدا جه قدام البوابه اللي احنا بنقف عليها، راجل نضيف فشخ، راجل تقريبا ده رجل اعمال، ده مش زينا كده، مش منتن زينا، لابس حاجه ماركه والايفون 16 ونازل من عربيه مرسيدس 2024. وعم مسعد جه وقال له ازيك ومش عارف وعامل ايه وبتاع وايه، وقام مكلمه وقام مدخله جوه الكومباوند. فالمهم الراجل خرج بعد كده بشويه، عم مسعد خرج بعده فلقيته مديني 500 جنيه ومدي لابو الدهب 500 جنيه، بيقول لنا دول من الراجل اللي لسه خارج دوت، وايه دي حلاوه البيع. المهم ان الموضوع ده تقريبا كان بيتكرر كل يومين حد مختلف. جينا تاني يوم كنا يوم الجمعه، فنازلين في المدخل بتاع العماره نازلين نجيب عشاء، فكنا قرب الساعه 12 بالليل كده، فكنا نازلين وبنهزر فابو الدهب كده ضربني على قفايا، فانا زقيته وبتاع، قام ضاربني بالشالوت وقام زقني، قمت خابط في ايه، كان في زي حاجه مرصوصه، فقمت خابط فيها كده، لقيت 3 كراتين شاي وقعوا في الارض. فقلت لابو الدهب ايه اللي هجيب الشاي هنا؟ فقال لي يا اسطى عادي، الراجل البيت بتاعه وتلاقيه مخزن حاجات تموين هنا. فقلت له لا استنى انا هفتحها اشوف دي فيها ايه. قال لي يا اسطى كرتونه شاي، يا اسطى كرتونه شاي هيكون فيها ايه؟ شاي مش هيكون فيها حاجه. قلت له لا استنى بس. بفتح كرتونه الشاي 15 باكو مرتوزين وبتاع. قال لي قلت لك يا اسطى كرتونه شاي هيكون فيها ايه بقى كرتونه الشاي دي؟ ساحب باكو وبفتحه، باكو الشاي مش مقفول قفله مصنع، ده مبدئيا قفله المصنع ليها قفله معينه، انت لما بتيجي تفتح باكو الشاي بتبقى في زي لزقه بتتفك، او بتسمع انت صوت تكه كده بسيطه، بتحس يعني ان اللزقه بتتشال. فالمهم بفتح باكو الشاي فتح من غير ما اسمع صوت اللزقه دي. فباكو الشاي بيبقى جواه باكو الشاي بقى ذات نفسه، اللي هو الباكو الشاي البلاستيك. فالمهم ببص في باكو الشاي فبسحب اللي جواه، ما لقيتش باكو الشاي، لقيت لفه. فاللفه دي وقعت مني غصب عني، فاللفه اتفتحت، اتضح ان اللفه دي ما فيهاش شاي، لا فيها بودره. كنت باصص لابو الدهب وبتاع، قلت له هنعمل ايه بقى؟ قلت له طب بص، قلت له انا هرجع كل حاجه زي ما كانت ولا كاننا شفنا اي حاجه، وعادي جدا نكمل طبيعي، بس لما نرجع احنا هنلم حاجاتنا في الشنط واحده واحده كده ونرجع على القاهره على طول. فعلا لمينا الشنط وسيبنا الحاجات كده في الشنط. جه بقى يوم الاثنين ده احنا كنا قاعدين قرب الساعه 2 بالليل كده، راجل عدى من الشارع اللي احنا كنا واقفين فيه، راجل باين عليه موظف، فهو ماشي بتاع، فبيقول لنا ايه يا شباب اللي معاكم هنا؟ فقمت قايل له شغالين هنا حضرتك. قال لنا شغالين فين بالظبط؟ قلنا له احنا افراد امن واقفين على الكومباوند دوت يعني. قام قايل لنا انتوا شغالين تبع مين بس معلش؟ فقلت له اسم الشركه كانت يعني مشغلانا. فقال لي اولا في الشركه هنا اسمها كده يا ابني، اصلا مين اللي ضحك عليكم؟ اذا كان الارض اللي انت واقف عليها دي محجوز عليها اصلا. فلقيت ابو الدهب بيقول له لا معلش كده بس حاج فهمنا، عشان احنا اصلا كنا حاسين ان في حاجه غلط برضه. فقام الراجل رد عليه وهو بيضحك كده، وقام قايل له انا هقول لك. قال له الارض دي من 5 سنين صاحبها كان خد قروض وسلف من البنك وهرب، وما عرفوش يلاقوه تاني، الحكومه حجزت على الارض دي. فلما قمنا ايه كملنا الشيفت بتاعنا عادي جدا، رجعنا الشقه. فعم مسعد جه بقى اليوم ده بالليل، هو لاحظ ان احنا لمين حاجاتنا، فقام عامل ايه بقى، استنانا ننام وقام لاحم الباب من بره. صحيت انا وتابع الساعه 3 كده، فبفتح الباب ما بيفتحش، عمال اشد الباب ما بيفتحش. قلت لابو الدهب يا اسطى الباب ما بيفتحش، انت كسرت المفتاح جوه ولا حاجه؟ قال لي لا يا اسطى المفتاح اهو. فببص لقيت علامه لحام عند اللسان، هو لزق اللسان في الكالون بحيث ان انا اجي افتح الاكره خلاص ما بتفتحش. فقلت له يا اسطى الباب ده ملحوم من بره. قال لي وهنعمل ايه؟ المهم احنا كنا الساعه 4 الفجر ومعناش نت ومعناش رصيد نتصل بحد، والشقه اللي احنا قاعدين فيها ما فيهاش شبابيك، ما فيهاش غير شباك واحد في المطبخ، والشباك ده على المنور يعني ما فيهاش شبابيك على الشارع. المهم قلت لابو الدهب طب بص احنا ما قدامناش غير ان احنا ننط من شباك المنور. المهم رحنا خدنا الشنط وايه وفتحنا شباك المنور وابتدينا ان احنا ننزل على المواسير. والمواسير اللي كنا بننزل عليها ما كانتش مواسير حديد، كانت المواسير اللي هي البلاستيك الخضراء، فلو احنا اي حمل على الماسوره دي تتكسر، واحنا كنا نازلين من الدور الرابع. المهم بالراحه بقى فضلنا ننزل لحد ما نزلنا في المنور ليه باب مطلع على المدخل تحت السلم، البيبان اللي هي بتبقى القديمه دي اللي انت بتلاقيها في بيت ستك القديم اللي بيبقى فيه فتحه من فوق. المهم ان الباب ده محطوط له ترباس من بره، بس الحمد لله ان الترباس ده ما كانش مقفول بقفل. قلت له ايه بص يا اسطى احنا ما قدامناش غير ان احنا نكسر الباب. قال لي نكسره ازاي ده اصلا مقفول بتبقى؟ قلت له لا مش مقفول بقفل، هو مقفول ايه بترباس بس ممكن يتكسر عادي. قلت له بص يا اسطى احنا هنرجع وهنجري نضرب الباب مره واحده يتفتح. المهم الباب اتفتح طبعا بقى مع صوت الرزع، فلقينا ايه الشقه اللي بتاعت عم مسعد بتتفتح. قمت واخد ابو الدهب من ايده وبنجري. احنا بنجري بقى الساعه 4 الفجر، فيش نور في الشارع، فيش مخلوق في الشارع حتى نساله احنا فين، معناش نت نفتح GPS، مفيش شبكه. احنا بنجري فضلنا نجري تقريبا بتاع نص ساعه في الضلمه، احنا بنجري على نور الكشاف
عارف ومش عارفين احنا فين. فضلنا نص ساعه بنجري لحد لما طلعنا لحد بره، كلمنا محمد وبتاع وتعالى لنا يا اسطى ده حصل 1 2 3. فالمهم جالنا بالعربيه وقام محمد قام وصلنا لحد القاهره. المهم بقى محمد سال عن الراجل ده وبتاع، المهم ان هو عارف بقى ان ايه، ان عم مسعد ما اسموش عم مسعد اصلا، هو من سوهاج وهربان بقاله سنتين وجاي هنا اسكندريه عشان يعمل النصابيه دي. يعني الراجل ده تاجر مخدرات، مزور، نصاب، ناقص بس يكون بيسمع موسى سام ويبقى حقق ال5 كبائر المميته وبس. ده كانت كل القصه عن حقيقه اعلانات الشغل اللي انت بتشوفها على الفيس. فيا ريت تخلوا بالكم، ويا ريت ما تنسوش لو حد عنده رغيفين تموين يبعتهم لي، ويا ريت تعملوا سبسكرايب عشان بتكسف اطلب منكم. بس اشوفكم الفيديو الجاي او القصه الجايه. سلام.